بطل حكايتنا النهاردة ما كانش تاجر مخدرات عادي، ده أخطر مهرب في تاريخ مصر، والراجل اللي خلص أكبر صفقة هيروين دخلت البلد بالتعاون مع المافيا العالمية. ومش بس كده، ده قرر يضرب ضربة العمر وينصب على المافيا نفسها. تفتكروا المافيا هتسكت؟ اعمل فولو واستنى بقية الحكاية. احكي لي، كان في قصة مخدرات كانت في 2021 تقريبا طن هيروين. طن فعلا. ايه بقى القصة دي؟ دي اكبر صفقه لتهريب الهيروين لداخل مصر. اللي هو احمد سكر كان ساعتها عقيد في 2021. جات له معلومه انه في بعض من عناصر المافيا العالميه اتراك الجنسيه جايين مصر هيقابلوا الحد ده ليهم عنده فلوس باقيه من تجاره هيروين، دخلوا شحنه هيروين، والشخص ده اسمه عيد اداهم جزء من الفلوس وعمال يماطل فيهم علشان يديهم بقيه الفلوس. مره في التانيه مكالمات محادثات وبيتدخل وسطه، الا انه رافض انه يرجع لهم يرجع لهم الفلوس. الاخ عيد ده كل المعلومات اللي معروفه عنه، الاخ عيد ده راجل عرباوي. طيب هيقابلوه امتى؟ هينزلوا مصر امتى؟ خدوا المواعيد، الضابط خد المعلومات وابتدى يعمل رصد لمين؟ للعناصر اللي هي جايه مصر دي. ابتدى يبلغ المطارات هيجوا على مطار المطار الفلاني، حط تتبع الوصول لحد ما جه اليوم المحدد انه فعلا الاتراك دول، الجماعه الثمانيه دول جم مصر. طبعا اول ما دخلوا المطار وهم خارجين، الاداره وراهم عناصر من الاداره متخفيه طبعا مراقبه. وصلوا فين؟ وصلوا الزمالك، اقاموا في شقه. قعد يفحص الضابط قصه دول مين الثمانيه دول، علاقتهم ايه بعيد ده. طبعا عيد لحد دلوقتي مفيش اي معلومات عن عيد، هم ليهم علاقه بواحد اسمه عيد. طيب جايين مصر، جابوا خطوط من مصر؟ ما جابوش خطوط من مصر، يعني بيتعاملوا بالاتصالات الدولية كده. بالاتصالات بتاعتهم الدوليه. فالركوب بقى التليفونات دي بقى مساله صعبه عشان خاطر الخطوط جايه من بره، فالاداره واخده وقت عبال ما تشوف لهم ثغره تخش على الخطوط بتاعتهم. ابتدوا يقعدوا ينزلوا ويتحركوا في البلد، كلها حاجات عاديه، ينزلوا وسط البلد، يروحوا مطعم يتغدوا من هنا لهنا. المهم جم في يوم لقوا واحد غريب قاعد معاهم في احدى المطاعم في منطقه الزمالك، وقاعدين بيتكلموا مع بعض، وفجاه الصوت عالي. المراقبات بتاعه الاداره قاعده حواليهم في المطعم، فسامعين الكلام في ملايين. فين الملايين؟ فين كذا؟ فين كذا؟ مع مين؟ مع عيد. في احدى المرات قدر الفريق الخاص بمكافحه المخدرات ان هو يلقط لقطتين لعيد ويصوروهم فيديو في القعده بالكلام ده كله، واخدوا صوره عيد وعرضوها على ضابط المكافحه اللي متولي القضيه دي. بالمناسبه بعد 28 يوم فتره العصابه دي في مصر وضبط الصفقه 28 يوم. تخيل 28 يوم بحث وتحري ومراقبات 24 ساعه. فراح عرضوا الصوره للضابط في المكافحه، بيشوف الصوره بص كده، الصوره دي لمين؟ شخص اسمه عيد، بس ده مش عيد. فطلع ان عيد ده معروف في الاداره، مسجل مخدرات فين؟ في الاداره، وسابق اتهامه قبل كده في قضيه. ويطلع عيد ده اسمه عليان. يعني هو محمد كده اسمه عيد وشهرته عليان؟ لا، دي بقى اللي هي الحاجه الغريبه. هيكتشف ان عيد ده هو عليان سالم نجم، تاجر المخدرات والمهرب الشهير جدا في شمال سيناء، وان هو معاه بطاقه باسم باسم عيد. في الجزء الجاي هنعرف بالتفصيل ايه هي الغلطة التافهة اللي وقعت عليان سالم، واحد من اخطر المهربين في تاريخ مصر، وهنعرف قصة الهروب الكبير والخدعة اللي ضحك بيها على الجميع. ما تنساش اللايك لو متحمس للجزء الجاي.